مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ في حاجات كده بتبقى لازم تبقى اساسيه معانا في التلاجة وفي الفريزر، بحيث ان انتوا وانتوا واقفين تطبخوا او لو جالكوا ضيوف ما تحتسوش فجاه كده ان في حاجات ناقصه. لازم في حاجات كل اول اسبوع او كل اول شهر بتتجاب علشان خاطر تكون نفسيتنا كده هاديه ان كل حاجه موجوده. خليني كده اشارك معاكم بعض الحاجات. طبعا التلاجة برضو ناقصها حاجات، بس مش هنبص خالص في الفيديو ده على الكميات، لان انا هقول لكم الاساسيات ومنها انتوا بقى تاخدوا الافكار وتجيبوا الكميات اللي بتناسبكم. اول حاجه هو البيض. ده البيض كان بلدي، طبعا بيبقى عايز يتمسح البلدي ده لان هي ماما هي اللي كانت محوشهولي، فبيتمسح او يتغسل بس قبل الاستخدام. بس اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده دايما وتاخدي بالك لما تخلص ان انت تجيبيها وهي البيض، لانه بيدخل في اكلات كتيره قوي وهينقذك دايما في الفطار وفي العشاء. وكمان لو احنا عايزين نعمل كيكه، لو احنا عايزين نعمل حاجه من الحاجات زي المخبوزات والكلام ده بيكون مهم قوي معانا. الخضار بقى اهم برضو الحاجات الاساسيه اللي لازم تكون موجوده. الطماطم طبعا اول واهم حاجه، وطبعا الطماطم لو بدات تبوظ مننا بنعملها صلصه، بس الطماطم لازم تكون موجوده. وبعدها على طول الفلفل والجزر. طبعا انا حاطه الفلفل والجزر ده في الاكياس علشان خاطر لما حطيته زي بصوا الخيار اللي ورا ده دبل كده وباظ مني بسرعه، لكن لما حطيته في الكيسه بحس ان هو بيقعد مده اطول. لو انتوا عندكم طريقه تانية للتخزين برضو ممكن تعرفوني. فاهم حاجه هو الفلفل والخيار والجزر، وطبعا فلفل الوان لو انتوا بتحبوا تستخدموه. انا بحب استخدمه على البيتزا فبحب يكون عندي. بدأ برضو ان هو يدبل وهنشوف هنخزنه مع بعض ازاي بعد كده بحيث ان احنا نلحقه. ده بالنسبه للخضار. وطبعا بيكون في بطاطس. انا دلوقتي حاطه البطاطس كمان في التلاجة لانها بتبتدي تبوظ مني، فبحطها في التلاجة اضمن يعني. في بقى جزء تاني وهو الجبن اللي هو الخاص بالفطار والعشاء. برضو اهم حاجه برضو يكون عندك جبنه بيضه. لو انت بقى بتحبي الجبنه المثلثات ايا كان، انا بحب الجبنه البيضه العاديه. فلازم يكون في جبنه بيضه لانشون. لو بتحبوا الجبنه السلطه، يعني عارفين الحاجات اللي انتوا دايما بتاكلوها او اللي انتوا دايما نفسكم بتروح لها كده. وطبعا الجبنه الرومي برضو علشان يعني انا بستهلكها كتير قوي. حتى انتوا هتشوفوا العلبه تقريبا شبه خلصانه، وخلاص هجيب تاني. وان شاء الله المشتريات دي برضو هبقى اصورها معاكم وهقول لكم نرتبها ازاي بحيث ان انتوا ما تحتاسوش. وبرده يكون في علبة كده للمخلل. انا برضو بحب استخدم المخلل، او انتوا على فكرة هتحتاجوه دايما جنب حاجات. في علبة كده يكون فيها المخلل والمية بتاعته، وكل ما بتجيبي مخلل بتزوديها في العلبة دي، يعني بتخصصي العلبة دي للمخلل بحيث يكون عندك على طول. تمام. فدي اهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة من حيث الخضار ومن حيث الجبن. اي حاجة باقية بعد كده بيكون مقدور عليها. في برضو حاجات تانية بسيطة كده اللي هي من الحاجات اللي بتكون محطوطة في الباب بقى، زي مثلا الطحينة. برضو لما هي تبقى عندك كده على طول وقت ما انت تكوني محتاجة تعملي سلطة الطحينة، او لو انتوا حد بيعمل مشويات كتير فتبقى الطحينة موجودة عنده. لو برضو بتحبوا العسل يكون موجود، المربى، الحاجات دي بتكون بتنفع في الفطار قوي. وطبعا علبة كده من صلصة الطماطم عشان المكرونة تكون موجودة عندكم. لو برضو انتوا من الناس اللي بتحب ليها في البيتزا والكريب والكلام ده على طول، فالكاتشب برضو من الحاجات الاساسيه. من اساسيات الفريزر بقى اهم حاجه وهي الصلصه. زي ما بقول لكم لما الطماطم بتبتدي تبوظ بضربها كده وبتبقى صلصه وبعينها في الفريزر. برضو ما بحتاسش خالص في الاوقات اللي انا محتاجه فيها صلصه جاهزه، بتكون موجوده معايا. عايزين تحطوها في برطمانات، عايزين تحطوها في اكياس، انا اغلب الوقت اصلا بكون مخزناها في الكيس. وبرضو الثوم المفروم ده بقى من الحاجات اللي فعلا هتنقذكم، ان انتوا مره في السنه بس تجيبوا الثوم. انا حاطاه في كيسه جوه كيسه، بس اسهل لو حطيتوها في علبه. بيبقى ان انتوا تجيبوا الثوم مره واحده وتضربوه وتخزنوه بقى تفرموه قصدي وتخزنوه وتاخدوا منه على حسب الاستعمال. برضو لازم يكون في خضار متفرز جاهز، ملوخيه بقى، بسله مثلا، اي حاجه انتوا بتحبوها تفرزوها كده وتحطوها في الفريزر، بحيث ان انتوا اي وقت مش عارفين تعملوا اكل ايه مثلا طلعوا الخضار مع رز وكده وهتبقى الدنيا تمام. وبرضو اي نوع من انواع يعني انا مثلا بحب العيش اللي هو الرقاق ده او كده. اي نوع من انواع العيش برضو تخزنوه بحيث وقت ما تحتاجوا يكون عندكم على طول، ما تضطروش ان انتوا كل اكله تروحوا تشتروا عيش او لسه هنجيب عيش. وكمان العصاير، اي موسم فاكهه حاولوا ان انتوا تاخدوا من العصاير وتخزنوها. وبكده يكون خلص الفيديو النهارده. استنوني في الفيديو الجاي.